رجعت لكم بعد ما خلصت جزء من البلوزة. هنشوف مع بعض دلوقتي هنشبك ازاي. هنبتدي اللون الاخير. انا ربطت الخيط هنا، هرتفع 4 سلسلة. هنشتغل عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. احنا بنشتغل ال4 عواميد دولت في ال7 سلسلة، تمام، مش ال5. هنشتغل بعد كده 3 سلسلة، وهنيجي في ال7 سلسلة اللي بعديهم هنشتغل برضو 4 عمود، ما بين كل عمود وعمود سلسلة. ادي كده 2 3 4. هنشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هنلف على الإبرة 3 لفات. هنيجي عند غرزة العنقود، نشتغل عمود بال3 لفات، وهنسيب آخر إبرة، آخر فتلة على الإبرة. هنلف لفتين على الإبرة، ونيجي في ال5 سلسلة نشتغل عمود بلفتين، وهنسيب برضو الفتلة على الإبرة. بعد كده هنشتغل عمود بلفة، ونسيب آخر فتلة على الإبرة. هنرجع تاني نلف فتلتين على الإبرة، ونشتغل عمود بلفتين، وهنسيب برضو الفتلة على الإبرة. هنلف على الإبرة 3 لفات، ونيجي عند غرزة العنقود هنا نشتغل العمود ب3 لفات. هيبقى معانا على الإبرة 6 فتلات، تمام. هنسحب الخيط ما بين ال6 فتلات كده. هنيجي بقى عشان نشبك، بدل ما هنعمل غرزة البيكو كنا الأول بنعملها 5 سلسلة، وبنيجي عند أول سلسلة وبنقفل بمنزلقة. لا، احنا هنعمل سلسلتين، تمام. وبدل ما نعمل ال5 هنعمل سلسلتين زي ما قلنا. وهنيجي عند المربع اللي احنا عايزين نشبك فيه، عند غرزة العنقود كده، سوري، غرزة البيكو اهيت. هندخل الإبرة بتاعتنا عشان بس تشوفوا. اهي غرزة البيكو اهي، دخلنا الإبرة بتاعتنا في فراغ ال5 سلسلة بتاعتها، ونسحب ونعمل غرزة حشو 2 سلسلة، وهنيجي نقفل غرزة البيكو بتاعتنا في أول سلسلة عادي جدا. هنشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هنيجي نشتغل في فراغ ال7 سلسلة هنا أول عمود. بدل ما نعمل السلسلة هنيجي نشبك في أول فراغ سلسلة هنا بحشو. هنرجع تاني نشتغل تاني عمود، عشان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعمل في ال7 عمود دولت 4 عمود، وما بين كل عمود وعمود بنعمل سلسلة. بس بدل ما نعمل سلسلة ساعة ما بنيجي نشبك بنعمل غرزة الحشو في المربع اللي قدامها، تمام. ادي تالت عمود. هنيجي هنا فراغ السلسلة نعمل حشو، وهنا رابع عمود. تمام. احنا المفروض بعد كده كنا بنعمل 3 سلسلة، لا احنا هنعمل سلسلة، وهنيجي في فراغ ال3 سلسلة هنا نعمل حشو سلسلة، ونرجع نشتغل في ال7 عمود 4 عمود ما بين كل عمود وعمود المفروض سلسلة. ده احنا هنعمل حشو
في المربع اللي قدامه. تمام، عملنا العمود، هنيجي في اول فراغ سلسلة نعمل حشو، هنيجي في المربع اللي احنا شغالين فيه نشتغل العمود التاني، هنروح للمربع اللي بنشبك فيه نعمل غرزة حشو في فراغ السلسلة، هنرجع هنا تاني نعمل العمود التالت، هنروح للعمود اللي بنشبك فيه في فراغ السلسلة نعمل حشو، ونرجع نعمل رابع عمود الناحية التانية. تمام، هنشتغل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هنلف على الفتلة 3 لفات، وهنيجي عند غرزة العنقود نعمل على العمود ب3 لفات، اتفضل معانا كده فتلتين، هنلف على الإبرة فتلتين، ونيجي في فراغ ال5 سلسلة نعمل عمود بلفتين، بعد كده هنعمل عمود بلفة، بعد كده نرجع نعمل عمود بلفتين. كده بقى معانا 5 فتلات على الإبرة، هنلف على الإبرة 3 لفات، ونروح عند غرزة العنقود نعمل العمود ب3 لفات، ونسحب ال6 خيوط كده. هنيجي نعمل غرزة البيكو برضو من سلسلتين، وهنيجي هنا عند غرزة البيكو الناحية التانية، في المربع اللي قدامي هعمل حشو سلسلتين، واجي اقفل غرزة البيكو هنا في اول سلسلة، نرجع نعمل 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، ونشتغل في فراغ ال7 سلسلة 4 عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة. تمام، انا هكمل الوحدة وهكمل شوية في البروزة، وهرجع اشرح لكم احنا عملناها ازاي بالظبط. احنا كده اهم حاجة عرفنا الوحدة بتاعتنا بتتعمل ازاي وازاي نشبك. انا رجعت لكم بعد ما خلصت البلوزة، هيبقى بس في ايه حاجة اخيرة هنعملها مع بعض. بس قبل ما اقول لكم انا هنعمل ايه، هقول لكم انا اشتغلت المربعات ازاي. تمام، انا عملت الظهر 4 مربعات في العرض، وفي الطول عملت 3 مربعات. تمام، انتي حسب المقاس ممكن يبقوا 6 ممكن يبقوا 8 حسب المقاس اللي انتي هتعملي بيه، بس المقاس اللي انا عايزاه عملت 4 مربعات. ده الظهر 4 في 3 طول، والطول برضو بتزودي حسب ما انتي عايزة الطول. انا الطول هخليه 65 سنتي. تمام، غير الجزء اللي انا هنشتغله، غير الشراشيب. تمام، هنيجي هنا الجزء اللي هو الامامي عملت فيه 4، والجزء اللي هنا عملت فيه 4 مربعات. لما نيجي هنعمل الجزء اللي هنا مفتوح، مش هنشبك علشان هتبقى ديت حردة البوط. تمام، انت بقى حسب حردة البوط بتاعتك عايزاها كام سنتي، بتعملي حردة البوط حسب السنتي اللي انت عايزاه. لو عايزاها مثلا 20 سنتي بتخليها مربعين، عايزاها 25 سنتي انت بتشوفي المربع طلع معاكي قد ايه، وبتعملي حردة البوط بحيث ان انت ايه حردة البوط ما بتشبكيش فيها هنا. تمام، بتشبكي الحتة ديت وخلاص. هنبتدي دلوقتي نعمل الجزء اللي تحت المربعات. انا همسك الكارتيجان بتاعنا من تحت كده او البلوزه بتاعتنا من تحت. تمام،
هنبتدي نشبك من اول هنا كده، ادينا ربطنا الخيط. هنرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. هنشتغل في فراغ ال7 سلسلة عمود تاني، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة. هنيجي نشتغل فوق العمود هنا عمود، سلسلة. هنشتغل فوق العمود عمود، سلسلة. فوق العمود هنشتغل عمود، سلسلة. هنشتغل برضو فوق العمود عمود، سلسلة. تمام. انا هعمل من كل لون انا استخدمته في البلوزة سطر او سطرين حسب طول البلوزة اللي انت عايزاها. تمام. هنكمل البلوزة بتاعتنا كده، وهنيجي في فراغ ال3 سلسلة نعمل عمود، سلسلة. نرجع نعمل في العمود عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة. هنيجي في فراغ ال7 سلسلة نشتغل سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود. تمام. انا هعمل السطور اللي هعملها، وكل سطر او كل سطرين هيبقى بلون من الالوان اللي احنا عملنا منها البلوزة. تمام. هكمل السطور وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطور. انا عملت من كل لون سطرين لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه، وبرضو كده على الكم عملت نفس الالوان لحد برضو ما وصلت لطول الكم اللي انا عايزاه. تمام. بعد كده ركبت الشراشيب. انا خليت كام واحده كده ما ركبتهمش علشان اللي ما بتعرفش تركب شراشيب نشوف ازاي بنركب الشراشيب سوا. انا دي اهو شراشيب، هقسمها بالنص بالظبط. تمام. وهنخلي ايدينا في النص كده، وهنيجي هنسيب فتحة، وعند الفتحة التانية ندخل الإبرة بتاعتنا ونحط فيها الخيط كده ونسحبهم كلهم مع بعض، ونمسك الخيط نسحبه كله وندخله جوه الدايرة دي كده، وهنشد الخيط. تمام. هنعمل كمان تاني. جبت الخيط قسمته بالنص بالظبط اهوت. تمام. هفضل ماسكه كده، هاجي هنا هنركب اللي وراها برضو. هندخل الإبرة ونحط الخيط كله كده على الإبرة، هنسحب، هنمسك الخيط كله كده ونسحبه ونخرجه من الدايرة ونشد كده. تمام. ناقص لنا واحدة كمان. برضو نصصنا الخيط، هنيجي في المكان اللي هنحط فيه الشراشيب، هنحط الإبرة نعمل كده
هنسحب الخيط ونطلع الخيط من الدايرة وهنشد الخيط بتاعنا كده. تمام. اهم حاجة بقى في الكارديجان او البلوزة اللي احنا بنعملها، احنا هنا بنيجي بنعمل نص. تمام. طبعا في ما بيعرفوش يطلعوا النص